السلام عليكم. الحمد لله انا رجعت من مكه، قعدت 15 يوم، احلى 15 يوم في حياتي. احلى هديه ربنا جابها لي والله العظيم. انا ما في حاجه في حياتي كانت حلوه، يعني انا كنت دايما اقول في حاجات حلوه في حياتي، لا ما فيش حاجه احلى من زياره الكعبه وزياره الرسول وزياره مكه والمدينه. كانت انا اتبهرت بجد، اتبهرت. انا ربنا كرمني بالزياره ديت بفضل الله وكرمه في نص ساعه. ربنا كرمني ليه؟ يعني قعدت اسال نفسي حاجات كتيره، اقسم بالله لقيت ربنا كرمني بيها. كانت هديه من عند ربنا، عن طريق شابين، بس هم ربنا حطهم لي قدامي علشان هم اللي يطلعوني. بفضل الله وكرمه. مكافاه، كانت اجمل مكافاه. الناس اللي بتجيلها 300 جنيه علاوه بيبقوا طايرين بيها. انا جات لي كعبه، زياره الكعبه، انا فرحانه. المهم اخش في الموضوع. الافطار كان اهلي كانوا شغالين في الاطعام، جزاهم الله خير، على قد ما بيقدروا. كانت 24 اسره في اليوم. فانا رجعت وهرجع بقى بهمتي وبقوتي. انا رجعت بقى هرجع بهمتي وبقوتي وبالعزيمه وبالاصرار وبالعند، والعند في الخير اللي هو رهيب يعني. وانا بنافس الرجال، انا دايما بقول الهبه ما بتنافسش غير الرجال. فبفضل الله وكرمه النهارده الاطعام ب 5000 جنيه. تعالي يا يارا اوري، لسه في فراخ تاني، حوالي 40 اسره النهارده. ان شاء الله هنشغل زوجي الحالات بتاعته بتاعت سيدي بشر، وهشغل استاذ بهاء حالات الفلكي، وهشغل مصطفى حالات عبد القادر، وهكذا. احنا كل سنه على الوضع دوت. فالهمه شباب، اللي عايز يساعد بحاجه يلا بينا، ومش عايزين نضيع الاجر. عدى مني 10 ايام ما اشتغلتش فيهم قوي، بس ال 20 يوم اللي جايين هيبقى كتير قوي قوي اهو. ولسه بعبي ان شاء الله. الوجبه النهارده فراخ ومكرونه. 40 اسره بامر الله، بامر الله، ويا رب يبقى اكتر كمان. السلام عليكم.